قراوهم مليح. المغرب اليوم شوف اسمع الله فاهم باش تفهم. كنت حايب حنا المنتخب النيجيري كاع فهمنا كيفاش يلعب وعاود لعب كيما لعب كونترنا. وشغل راكي هو اللي يسمع لي فيديو اللي درناهم واللي درنا فيهم بنا نيجيريا ولعب بالطريقه اللي قدرت ليميتي كاع لي شوا تاع نيجيريا. اسمع الله فاهم تفهم واش داروا المغرب وسيتو في النهايه داروا حاجه مهمه جدا تسمعها دوك تفهم. نيجيريا بداو بضغط عالي على المغرب في المنطقه تاعهم باش يلزموا عليك ترجع اللور. كي ترجع اللور شوف اوسيمان يدير المدافع في ظهره ويمشي للغارديان ويلزم عليك تمشي للاطراف لتم يقدر يسيطر عليك وينحي لك بالون. المغرب قراو نيجيريا مليح ما مشاوش في الخط. كانوا يلعبوا الكرات الطويله وعندهم الكعبي اللي يقدر يستقبل الكره بظهره للمرمى. هنا يبداو صحابو يمشوا موراه ما بين الليلين ويضغطوا على حامل الكره من الفريق الخصم. بارا تشوف بالون لهنا صح. هنا ديفونسور تاع نيجيريا رفد راسو شاف باللي سيباري وحده في الطرف بصح جوار تاع المغرب دخل به وفيك ساتم. ومن بعد باش تلعب مع نيجيريا لازم لي زاتاكون يقدروا يقابلوا كيما سيباري هنا يقدر يحتفظ بالكره تحت الضغط يقدر يستلم الكره وظهره للمرمى يقدر يجيب عليه المدافع يخلق مساحه في ظهر المدافع ومن بعد يربط اللاعب مع اصحابه ويمشي في ظهر المدافع هذاك يروح سيباري يتم قراوهم مليح. وكيفاش كانوا يديفونديو المغرب ب4-2-4 على في ميزي هكذا. عندهم خط اول فيه 4 مهاجمين يغلقوا اللعب كاع في العمق ويوجهوا اللعب للاطراف يدوهم المناطق اقل خطوره ومن بعد في الكوتي يمشوا عليهم. هنا تحبس قلت لك قراوهم مليح. راوليك الركراكي الربعه اللي دارهم القدام يغلقوا كاع العمق على نيجيريا. هكذا المدافعين تاعهم ما يقدروش يلقاو اللاعبين ما بين الخطوط ويلقاو روحهم حاصرين خاش نيجيريا يحبوا يلعبوا بزاف ما بين الليلين. وكي يكونوا عندك 4 قدامك هذوك التمريرات العموديه واعره باش تلقاها تولي تلعب طويله. والمغرب كانوا واجدين الطويله. نيجيريا كالعاده ما بدلوش كانوا يلعبوا 4-4-2 لوزونج مقروطه هذه اللي تشوف فيها في وسط الميدان ويديك روشي دائما ايوبي هو اللي يهبط باش يقدر يحرر الظاهر ويقدر هو اللي يحوس على لوكمان كيما على بالنا هو اللي يقدر يلقى لوكمان ما بين الليلين باش هكذا نيجيريا يقدروا يحصروا اللعب في المناطق الاماميه تاع المغرب ويقدروا توشيو لوكمان. وايوبي عنده هذيك الجوده اللي تخليه يدير هذاك الامر. المغرب قراوهم مليح داروا تغطيه دقيقه على اللاعب لقمان غير يخرج حكيمي يكون واجد باش يخرج عليه ويرفد يده باش يطلب التغطيه. دائما 2 ضد 1 على اللاعب لقمان. وفي التوزيعات عندك 6 اللور في لاسيرفاس دائما عندك تفوق على اوسيمان وما تخليش يتوشيها تما تلزم على نيجيريا يلعبوا ماشي كيما يحبوهم شغل زيرتها عليهم. المغرب هجوميا كيشدوها كانوا يلعبوا 4-3-3 كيما راك تشوف وشنو ما يقدروش يخرجوا بالكره من الارض خاطر نيجيريا كانوا يضغطوا عالي وما حبوش يريسكيو بها. ما انت الا عجبك المحتوى والحقت هنا ومازال ما اشتركتش ما تنساش الاشتراك. الحل قلت لك كان الضغط على اللاعب لقمان والتحول سريع باش يقدروا يربحوا هذيك المساحات الفارغه اللي خلوها نيجيريا ولحقوا قريب. ومن بعد لحقت لي بينالتي كان بونو في لي بوا جبدها من الخط مبروك المغرب تاهل للنهائي.